العالم كله دلوقتي معتمد على قطاعات الناشئين. طب ليه احنا ما نفكرش نعمل ده ونعتمد على لعيب القطاع ونستفاد منهم فنيا وتسويقيا بدل الاعارات اللي بيطلعوها 15 موسم وفي الاخر ما بيرجعوش تاني؟ اللاعب اللي قدامك ده اسمه محمد عبد الله، واحد من اميز اللاعبين في القطاع، مواليد 2005، يعني عنده 19 سنه في الوقت الحالي، وده سن مميز جدا انه يلعب مع الفريق الاول ومناسب، يعني ده في لعيبه بتنافس على البالون دور في السن ده. المهم محمد بيلعب وينج رايت، لاعب اسول طبعا وحريف جدا ما شاء الله، اتاسس في النادي الاهلي من صغره وعارف معنى الانتماء للكيان وعارف مطلوب منه ايه في الملعب، ودايما عنده الدوافع انه يلعب على المكسب دايما. لاعب عنده شخصيه يعني مش اي كلام، شبه تريزيجيه ورمضان صبحي اول ما تصعدوا، سواء في قوه الشخصيه والتاثير وحتى الامكانيات مع فرق المراكز طبعا. محمد لاعب من حيث الكواليتي مختلف، لاعب يمتلك مهاره فرديه كبيره، عنده قدرات عاليه انه يفوت من واحد واثنين وثلاثه بكل سهوله، وده بيحصل اكتر من مره. لاعب مميز في المساحات وعنده سرعه كبيره ويقدر يستغلها افضل استغلال بسبب مهارته وسرعته والقدره التهديفيه العاليه اللي عنده. ضيف على اللي انا بقوله لك ده انه مميز في لعب الضربات الثابته وخطير جدا وقدر يسجل منها اكتر من هدف كمان، غير انه بيلعب وينج رايت الا انه بيلعب في مركز 10 بشكل هايل. صانع لعب ممتع وعنده رؤيه كبيره ودقه عاليه في عمل التمريرات الاماميه الكسره للخطوط، وبيقدر يلعب الدور ده بشكل هايل، وصنع اكتر من هدف يدل انه لاعب مميز جدا في الصناعه وعنده رؤيه جيده. محمد عبد الله لاعب دايما مؤثر في الملعب من حيث الصناعه والتهديف، واعتقد انك شايف الاهداف اللي سجلها كلها بتقول انه لاعب فعلا واعد جدا. هدف عبد الرحمن خالد في الدقيقه 11 لاعب النادي الاهلي بكل تاكيد، انطلاق على طول من ناحيه اليمين، ممكن يبقى فيها تسديده ثانيه. يا سلام يا سلام، الهدف الثاني رائع رائع رائع. محمد عبد الله يسجل الهدف الثاني في توقيت سليم بشكل سليم. وطبعا زي ما قلت لك انه لاعب عنده شخصيه، لانه دايما مؤثر مع فريق 2005 ودايما بيكون ظاهر ومتالق في المباريات الكبيره، واهدافه في الزمالك يعني اصبحت عاده لانه سجل فيهم اكتر من هدف. محاوله وفرصه، تصويبه وتسديده، الكره ما زالت، وهنا حكم اللقاء يشير الى هدف. نعم هدف يسجل وباقدام محمد عبد الله. مش بس كده، كمان بيقدم مستوى هايل مع منتخب الشباب مواليد 2005 مع الكابتن وائل رياض، وهو اكتر لاعب ساهم باهداف سواء في الصناعه او حتى التسجيل. وبسبب المستوى الهائل اللي بيقدمه مارسيل كولر اعجب باللاعب جدا وشايف انه فعلا عنده مستقبل واعد، علشان كده اللاعب دايما متواجد مع الفريق الاول في التدريبات. مش بس كده، ده كمان تم قيده في القائمه الافريقيه هذا الموسم رغم انه ما شاركش في اي مباراه رسميه مع الفريق الاول، بس بيتم تجهيزه انه يكون موجود الفتره اللي جايه، واتمنى ان ده يحصل، لان لو ده حصل هتكسب موهبه كبيره ومستقبل هايل ولاعب متاسس في النادي، يعني مش محتاج تعرفه السيستم من جديد، لا هو عارف انه دايما بيلعب على المكسب، عارف انه دايما لازم يطلع ال100% بتاعته في الملعب. وانا بقول لك انه لاعب عنده شخصيه مميزه جدا ويقدر يكون احد اهم لاعبي الاهلي في المستقبل ان شاء الله، المستقبل القريب يعني ما نستناش كتير عليه. اللي عاوز اقوله انك بدل ما تدفع ملايين في لاعب ممكن ينضم وما يقدمش اي حاجه وتخسر فنيا وماديا، عندك مواهب افضل في القطاع تستحق الاهتمام فعلا، ولو خدت نفس الفرصه ممكن تكون لعيبه مميزه جدا، ولان اصلا فرق القطاع معموله علشان تدعم الفريق الاول مش علشان ياخدوا بطولات يعني، فلازم نهتم بالمواهب دي اكتر من كده. واخيرا هستنى رايك في الكومنتات تحت، هل انت بتشوف ان محمد عبد الله لاعب جيد ويقدر يكون اضافه لسكواد الاهلي الفتره اللي جايه، ولا انت شايف ايه؟ هستنى الكومنت بتاعك، واتمنى قبل ما تقفل الحلقه يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي. نتقابل بخير، سلام.